السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا حبايبي تكونوا بخير. تعالي يا اختي هنا، تعالي اما اقولك. هو انت لما انت تقدري تعمليه في البيت ومقادير بسيطة قوي، ليه بتروحي تشتريه من بره؟ يعني حاجة بسيطة ومش مكلفة وهتبقى انضف كمان من بره ومش هتاخد منك اي مجهود ولا اي حاجة خالص. النهارده يا حبايبي هنعمل اكله يعني يعتبر اغلبيه الناس او كل الناس عايزه اقول لكم بيحبوها، لان هم بيفطروا منها، بيتعشوا منها، بيتسحروا بيها. ف يعني بيقولوا دايما ان اكله السحور دي لازم ما تخلاش منها، لازم تاكلها. ليه؟ عشان بتسند المعده طول النهار، لان الفول يعني بيبقى شويه يعني تقيل في الهضم، او بيصمت شويه طول النهار في المعده. تمام يا حبايبي؟ فاكيد انتوا النهارده عرفتوا انا هعمل ايه. انا جايه النهارده اعمل معاكم الفول المدمس. الفول المدمس يا حبايبي النهارده انا جايبه نص كيلو فول بلدي. زي ما انت شايفه كده الفوله اهي، زي ما انت شايفه البيضه الفاتحه، اللي هي ايه، اللي هي كبيره ولا هي صغيره. انت ما تجيبيش الفوله الصغيره، ولو لقيتي في الفول ده فوله صغيره دي بنسميها الفوله الدكر، اللي هي اصلا لما تيجي تعمليها تاخد وقت طويل جدا منك في السوا ومش هتستوي برضه. فان قابلتيها بعد يعني ما تنقي الفول وتشوفيه وتطلعي فيه اي حبايه كده بتطلعيها، ولو قابلتك الحبايه اللي هي بتاعه الفول الصغيره اللي انا بقولك عليها دي، طلعيها على جنب، يعني بغض النظر اديها لاي طير اي حاجه، المهم ان انت ما تحطهاش لان هي فعلا هتتحط مش هتستوي. زائد يا حبايبي كمان انا بعد ما نقيته حطيته ونقعته في ميه حوالي يعني قبلها بيوم، يعني اقل حاجه ان انت تقعديه 6 ساعات. انا قعدته يوم بحاله في الميه منقوع وغسلته، ولازم اي بكور بنعملها لازم ننقعها على الاقل ساعه، انما الفول عشان هياخد سوا انا نقعته قبلها بيوم. تمام. وجايبه كمان ربع كوبايه فول مدشوش اللي هو بنعمله بيه عجينه الفلافل ده. ماشي. نقيته بردك وغسلته ونقعته في ميه. وجايبه كمان ربع كوبايه الغله اللي احنا بنقول عليها البليله. تمام. والحاجتين دول معايا في الفول هيلفولي الفول وهيدوله قوام تقيل حلو يعني، وهيزبد الفول كله هيخش في بعضه، فتلاقي الفول في الاخر هتلاقيه زي الزبده. تمام. وجايبه هنا معلقه كركم، وجايبه معلقه بابريكا، وجايبه ليمونه مقطعاها طرنشات، وجايبه طماطمايه، يعني انا جايبه طماطمتين صغيرين بمقام طماطمايه، وجايبه جزرايه، وجايبه الحاجه بقى اللي هضيفها ان انا هحط حوالي زي 4-5 فصوص توم. التوم هنا مع السوا هيدي نكهه حلوه قوي للفول. فيلا بقى يا حبايبي نشوف هنعمله ايه. انا طبعا بصوا انا جايبه الحله، انا ما عنديش فواله، فانا جايبه الحله هنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هنزل في الحله يا حبايبي بالفول، وانا عايزاكي الحله اللي تعملي فيها تكون فيها براح، لان انا لما اجي اعمل الفول انا هغطي الفول حوالي 4 قراريط كده بصباعي. يعني حاولي ان انت تزودي الميه عشان خاطر طول ما الفول على النار انا مش عايزاكي تعريه خالص، ما تعريش الغطا نهائي. ليه؟ لانك انت لو عريتي الغطا هو هيسود، احنا مش عايزينه يسود. وهنزل بردك بالفول المدشوش، وكمان هنزل بالغله. عايزه اقول لكم الغله هنا لما بتستوي في قلب الفول بتديله طعم بيبقى جميل قوي، حلوه يعني. بصوا بقى هنزل بمعلقه الكاري ومعلقه الكركم، وهنزل كمان يا حبايبي بالليمونه اللي انا مقطعاها، وهنزل كمان بال4-5 فصوص ثوم،
وهنزل بالطماطمتين الصغيرين دول. وهنا الجزره دي انا هبشرها. الجزره هنا هتديها طعم حلو قوي برضه. هي جزريه واحده يعني مش اكتر من كده. خلاص كده يا حبايبي هنزل بردك بالجزره. خلاص كده يا حبايبي. بصوا بقى، انا ما ينفعش احط على الفول هنا ميه ساقعه خالص من الحنفيه. انا هنزل عليها بميه مغليه غلياها في الكتل. انا مسخنه لها ميه في الكتل اهو غلياها. هنزل عليها كده زي ما انتم شايفين. لازم الفول يتغطى يا حبايبي بالزياده. انا عايزاكي تغطيه بالزياده. انا فضيت عليه الكتل اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. الميه مغطياه اهو تمام. وهبتدي بقى يا حبايبي اغطيه واسيبه بقى ايه يغلي غلوه حلوه كده، غلوه غلوتين. وبعد كده بقى اغطي عليه النار تكون نار هاديه خالص. تسيبيه بقى براحته ويستوي براحته خالص. وهو اساسا يعني الفول هيقعد يعني من 4 ل6 ساعات على النار، على نار هاديه كده. هياخد ويدي مع بعضيه مش اقل من 4 ساعات ل6 ساعات. بصوا بقى حبايبي، خلاص كده الفول استوى. انا هغرفه معاكم اهو. بس انا في حاجه، بس وانا في الفيديو انا قلت لكم ان انا حطيت كركم وكاري. هو كركم وبابريكا. انا قايله المقادير صح في الاول، انما انا معلش ما خدتش بالي وانا بقول قلت كركم وكاري، لكن هو كركم وبابريكا. تمام يا حبايبي. فبصوا بقى الفول اهو هغرفه قدامكم اهو. عايزه اقول لكم حبه فول طالعين زي العسل. وعايزه اقول لكم كمان طالعين زبده وكهرمان كهرمان. وفصين الثوم اللي انا حطيتهم يا جماعه عطوا نكهه حلوه جدا وانا بسويه على النار. يعني فعلا بتدي تكه حلوه قوي فصين الثوم اللي انا حطيتهم. بصوا يا حبايبي، بصوا جمال الفول. تحفه تحفه تحفه. انا بقى دلوقتي انا هعمله معاكم يعني بابسط حاجه احنا بنعملوها. هعمله بالزيت والليمون وحبه شطه وكمون وفلفل اسمر وكده. انما هو ليه كذا طريقه طبعا هنبقى نعملوها مع بعض بعد كده. هو بيبقى فيه بالزبده، فيه بالبصل او الطماطم، فيه بزيت الزيتون، يعني حسب كل واحد ورغبته يعني. لكن انا هعمل اللي هي الطريقه اللي هي ايه تتناسب مع الناس كلها، اللي هو بالزيت والليمون. بصوا بيتهرس معايا زبده زبده. زي ما قلت لكم طبق فول اصلا طبعا نضيف، انت عاملاه بايديكي وقدام عينيكي. حطي عليه حبه زيت كده، وهنحط عليه رشه كمون برضو، وهحط عليه حبه فلفل اسمر. انت لازم بقى تظبطي التتبيله عشان تاكلي طبق فول يكون تحفه ملوش حل. وهحط كمان حبه شطه. والاساسي بقى معانا كمان الليمونه بقى.
الليمونه هي كمان هتظبط الفول جدا. فول بالليمون زي العسل. طبعا بردك هنحطه حبه الملح زي كده. انا بحب احط يعني نص ليمونه، مش لازم عشان ما يبقاش ايه كتير قوي. عايزين تزودوا ليمون زودوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. طبق الفول طالع زبده زي ما انتوا شايفين. هاتوا بقى العيش عشان ناكل. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. زبده والله زبده. بجد بجد غلطانه اللي تروح تشتري الفول من بره. بجد اعمليه في البيت بالطريقه اللي انا عملتها دي. يعني مش هتحبي تاكلي فول من اي حته تانية الا من اعمال ايديكي، لان فعلا الطريقه دي حلوه جدا وسهله وطعمها زي العسل. طعمه زي العسل يا جماعه. الف هنا وشفا ليكم حبايبي، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. واقول لكم حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.